بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا. خلاص بقى رمضان خلاص اهو اتهدى علينا خلاص. نبدأ بقى في الاكل بقى الارجيحي كده لغاية بقى ما الشهر يبدأ. هنعمل معاكم النهاردة ايه؟ كشري الحلة الواحدة، كشري مصري الحلة الحلة الواحدة يعني، مش كشري اصفر، عشان في انواع كشري طبعا ايه، كشري اصفر اللي هو الاسكندراني، وكشري ايه مصري اللي هو حله إيه. هو في ناس بتعمله كتير يعني، بتعمل كل حاجه لوحدها، بس انا النهارده هعمله حله في حله واحده. حطيت شعريه تتحمر الاول، وبعد كده ايه قطعت عليها بصلايه كده حلوه متوسطه كده. وسبتهم يتحمروا كده مع بعض وياخدوا لون، وبعد كده نزلت بالرز. برضو يعني ايه، حمرته كده شوية مع في الزيت عشان يبقى مفلفل وحلو. وبعد كده حطيت ايه عليه معلقة كبيرة كمون. الكمون اساسي جدا في الكشري. انت لما بتشتريه من عند اي حد بتاع كشري بتلاحظي ايه؟ ان طعمه فيه الكمون زايد قوي. البهارات اللي حطيتها دي بهارات اللي هي الايه، قشر التوم اللي انا كنت ايه اعمله بودره وما عملتوش طبعا لان المطحنه باظت، بس انا عايزه اقول لكم ان انا بستعمله كده في الاكل طعمه حلو جدا. حطيت ميه وسبت بقى الرز كده يستوي بالشكل ده. هو لسه دلوقتي نص سوا. ونيجي بقى نعمل ايه؟ الصلصه حطيت طماطم وفلفل اخضر وبصلايه وضربتهم كويس في الكبه، وفصين توم وضربتهم كويس في الكبه وحطيتهم في زيت كده على طول بالشكل ده. الطريقه دي سهله وجميله وبتدي طعم حلو قوي للتتبيله بتاعت الكشري دي، للصلصه بتاعت الكشري دي. حطيت لها معلقه كبيره هريسه شطه، وحطيت لها بقى بهارات اللي هي الكمون بقى والبابريكا والحاجات دي، اي بهارات انتي حباها، بس كتري قوي الكمون في الكشري. هنا كان عندي شوية عدس بني بجبة مسلوقين في الفريزر، فحطيتهم كده على الوش. لو انتي عايزة تعمليه هتسلقيه في بصلاية وفص ثوم وطماطماية صغيرة، وتسيبيه لغاية ما يستوي كده ربع ساعة وتنزليه. تيجي هنا بقى نعمل الدقة. حطيت شوية توم كده حلوين من اللي انا كنت فرماهم، وعصرة ليمونة وشوية خل حلوين كده محترمين بالشكل ده. وحطيت طبعا كمون، قلت لكم الكمون اساسي في الكشري ده، وشوية ملح. اي بهارات بقى انتي حباها، بس كتري الكمون زي ما قلت لك كده. وهنحطه كده ونحط معلقة زيت ويدوب ياخد ايه تسخينه كده على النار، وبنزله. وكده الدقة خلصت معانا خلاص. مفيش اسهل من كده، في ثواني خلصت. تيجي بقى نعمل البصل المحمر. انا هعمل واحده بس علشان انا الوحيده اللي بحبها، العيال مش بيحبوها، فانا هعمل واحده بس. هقطعه كده رفيع كده بالشكل ده، وهحط عليه معلقه صغيره ملح وهحمره. لا هحط بقى دقيق ولا هحط حاجه من دي، او بالشكل ده حلقات بالشكل ده، وهاخده ايه احمره في زيت كتير. هيتحمر في ثواني ويقرقش ويبقى طعمه جميل، ولا محتاجه بقى دقيق ولا محتاجه حاجه. بطلعه كده من بعضه عشان يحمر بسرعة بالشكل ده. وكده الوجبة خلاص خلصت، ومفيش اسهل من كده والله. كانت وحشانة جدا، بقالنا كتير ما اكلناهاش. آه بالشكل ده كده رز مفلفل وجميل، مش معجن. محدش يقول لي حطيت المكرونه، حتى المكرونه حطيتيها مع الرز وكله كده مره واحده. ايوه حطيتها، بتاخد من طعم البصل اللي في المكرونه اللي في الرز، وبتاخد من البهارات، بتبقى طعمها حلو جدا. ما تحسيش ان هي منعزله كده عن الكشري يعني بالشكل ده كده. طبعا ليمون بقى اللي عايز يحط. انا حطيت كده الصلصه بالشكل ده، واللي عايز بقى يزود هيزود بقى كده. انا ما بحبش الصلصه كتير لان ايه بتتعب لي معدتي، فاللي عايز يحط بالشكل ده كده. طبعا هو الكشري بيعشق الليمون طبعا. ف والله وطعم الكشري البيتي احسن بكتير من اللي بيتباع بره.
وطعمه حلو جدا وموفر ويعني وكده بالشكل ده كده. ادي الكشري بالشكل ده، والدقة طعمها تحفة بجد تحفة، بس يعني بجد هو بيحب يبقى حراق، فانتي حميه شوية علشان يبقى ايه يأكل يعني. بما اننا بقى داخلين على رمضان مش هنعرف ناكله طبعا في رمضان، فقلت اعمله مرة كده وجبة قبل رمضان. بالهنا والشفا لكل الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.